بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج المشوار. أنا سعيد جدا أكون معاكم وتكون معي الأستاذة القديرة الأستاذة هويدا. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك ابن طيارة وأهلا بالمشاهد الكريم، وإن شاء الله متواصلين معكم في مشوارنا، وإن شاء الله حلقات مميزة جدا ونتمنى إنها تنال إعجابكم بإذن الله. أكيد يا أستاذة هويدا، وإحنا قصدنا من خلال الموسم الثاني من برنامج المشوار ومعدي هذا البرنامج إنه يختاروا مواضيع شكلها مختلف، كلها تنصب في إطار تنوير وتعريف المشاهد الكريم المتابع للدراما السودانية بأساليب وتقنيات صناعة الدراما. حنتناقش زي ما ذكرنا في الحلقة الأولى عن الدراما قديما وتأثيرها والدراما حديثا، وحنتكلم عن أعمال خالدات وعن يعني ممثلين رسخوا في ذاكرة المشاهد السوداني، وحنقارنهم بجيل الشباب اللي مجتهد برضو انه يعمل دراما ذات تأثير، سواء كان المتابع والمشاهد الكريم انتقدهم سلبا او ايجابا. احنا حنحاول نقرب ما بين وجهات النظر ونعمل مقارنة ما بين جيلك استاذة هويدا، جيل الرواد وجيل الشباب. خلينا نطلع فاصل اول ونرجع راجعين. السلام عليكم ورحمة الله. حمد بيجاويش ما شاء الله. الله يبارك يا فيك. حمد ان شاء الله كويس. ما شاء الله. كيف حالك؟ كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. الحاجابي الف مبروك يا اخوي، الف مبروك. والله عجبنا لك، والله فرحنا فرح شديد يا الحاجابي، الف مبروك. الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ شوف يا حمد، ايوه انا مشيت ابدو ليك حياوي يكلمك بالحاصل. لا كويس. مستعد للسفر باكر؟ ايوه مستعد. تب عافية عليك. رجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد الفاصل، وزي ما شفنا لقطات ومشاهد من مسلسل مهم جدا وشكل فارق كبير في تاريخ الدراما السودانية، وهو مسلسل دكين. رحم الله أستاذنا الكبير الهادي صديق، وربنا يدي العافية أستاذنا الكبير محمد نعيم سعد. أستاذ الهادي صديق هو بطل هذا العمل، والأستاذ محمد نعيم طبعا كان هو مخرج لهذا العمل الكبير. وشاهدنا برضو يا أستاذة هويدا من خلال هذه المشاهد مشاركتك أنت برضو كممثلة في عمل دكين، وإحنا زي ما ذكرنا الأستاذة هويدا هي تعتبر من جيل الرائدات، شاركت في أعمال راسخة في تاريخ ووجدان الشعب السوداني. أستاذة هويدا دايرين نرجع بيك للذاكرة لأكثر من تقريبا 35 سنة أو 30 سنة لورا، دايرين نتكلم عن دورك كممثلة، وتكلم لنا عن مسلسل دكين حسب ما يعني تسعفك الذاكرة. الله يديك العافية ابن طيارة. ومسلسل عبدكين له رسالة خاصة، يعني من خلال تجربتي في مسلسل دكين. دكين هو شخصية هاربة من العدالة، وعشان يبقى بعيد من انه يتسجن ويخش في تفاصيل كثيرة ويتحكم عليه، فهو كان هارب من القانون. هرب من القانون فترة طويلة، وبعد ذاك بقى عشان هو مضارفة على نفسه، عشان مثلا ما يمسكوه وما يتقبض، دخل في جريمة ثم جريمة ثم جريمة لحد ما بقى مجرم محترف. وفي الآخر يعني الرسالة بتاعت المسلسل كان إنه لا هروب من العدالة. وده يا أستاذة هويدا خليني طوالي أمشي ليك وأقول ده بيخش في اختيار مواضيع المسلسلات ذات نفسها، وإنه يعني قديما المؤلفين سواء كان على مستوى الدراما السودانية أو حتى المستوى الدراما العربية كان في اختيار في يعني في الزمن ذاك لمواضيع فعلا كانت مهمة جدا للمجتمع. وده من هنا يعني أنا أقول يمكن ده اختلاف ما بين ذلك الجيل، جيلكم انتم وجيلنا احنا كصناع محتوى او ككتاب، انه اختيار الموضوع. انا طول ما بيجي عندي كاميرا وعندي اداره انتاج وعندي مكان او براحات انه انا اصنع دراما، انا برشح ما بين عدد من القضايا حقيقي. الاكثر اهميه. هي عموما قضايا المجتمع مهمه، ولكن اختيار موضوع ذات اثر كبير حقيقي. يمكن في 97 لما مسلسل دكين
في عدد من قرى السودان وضواحيها كان موضوع الهنبتة وموضوع قطاع الطرق وموضوع الجريمة كان شغل الحكومة في ذلك الزمن والعدالة والشرطة والدولة. فكون انه مسلسل دكين والدراميين يقدروا يناقشوا في ذلك الزمن قضية انه لا هروب من العدالة عشان ما ترسخ في وجدان اللي بيفكروا يخشوا مجال الجريمة او غيره، شكل فارق كبير جدا في خارطة الدراما السودانية. مسلسل لقى رواج كبير في الشارع لانه اثبت وجوده بانه لا مهرب من العدالة، رغم ان الناس حبت شخصية الاستاذ المرحوم الهادي صديق. فعلا. فالهادي صديق من خلال المسلسل ده بين شخصيتين كانوا مختلفات، يعني ما بين محمد نعيم سعد. ومن هنا بقول لك يا أستاذنا الجليل، ربنا يديك الصحة والعافية وإن شاء الله تقوم لنا بالسلام. والصحة الفنية محتاجة لك أستاذنا محمد نعيم سعد. هو كان فعلا اختيار موفق ما بين شخصية الهادي صديق، لأنه أداه لون تاني من الأدوار اللي كان متعود عليها الهادي صديق، اللي هو كان دايما الشخصية الرومانسية، الشخصية الناعمة في كل الأداء وفي كل المسلسلات بتاعته. فهنا استطاع محمد نعيم سعد كمخرج متميز جدا إنه يخلق منه شخصية محترفة، إجرام محترف، شخصية لون تاني بالنسبة له الشيء اللي هو متعود عليه الهادي صديق. وأنا بحيي أستاذنا محمد نعيم سعد على المسلسل الجميل ده واختياره، لأنه يعمل نقلة تانية لأستاذنا المرحوم الهادي صديق. أستاذه يعني رحمه الله، رحمة الله تغشاه. وإحنا بنقولنا يا أستاذة هويدة، وإحنا يعني حدثنا المشاهد الكريم إنه مفارقات ما بين الأجيال القديمة على كل المستويات الفنية، من جانب الإخراج والتمثيل وصناعة المحتوى، اختيار المواضيع ذات نفسه. إحنا قبل شوية تكلمنا عن إنه اختيار في ذلك الزمن، اختيار موضوع العدالة ولا هروب من العدالة وموضوع الإجرام والهنبتة وإلى آخره، كان اختيار موفق جدا حسب تلك الحقبة اللي كانت بتشغل الدولة ذات نفسها. فيبقى هو كصناعة محتوى اختيار الموضوع. وده بنقولنا لي سؤال أنا حابة أسأله، أنت كجيل الرائدات شاركتي في دكين وفي كثير من المسلسلات حنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، رأيك شنو في اختيار الشباب الآن لمواضيع أعمالهم اللي هي الأعمال الحديثة اللي أنت بتشوفيها في السوشيال ميديا أو في التلفزيون كمواضيع للمسلسلات؟ طيب يا طيارة، نحن ما بنقدر نظلم كل الشباب، لكن أنا عايزة أحكي لك عن جيلي أنا. يا جماعة نحن عندنا عادات وتقاليد نحن ما بنقدر نطلع منها. يعني نحن زمان محجبات، بنحاول نلبس طويل، بنحاول نوصل رسالة معينة إنه يا إخواننا دي نحن عاداتنا وتقاليدنا السودانية اللي نحن ما بنقدر نطلع منها. أكيد أستاذة، يعني هذه النقطة مهمة شديد وعليها يمكن لغط كبير وحوارات في السوشيال ميديا، إنه انفتاح العالم وانفتاح الدراما أو انفتاح دراما السوشيال ميديا. فده حيقولنا برضو في جانب الإخراج إنه الآن في كلام كبير يدور حول الموروثات والعادات، وإنه هل إحنا قادرين نصنع دراما تواكب الواقع الموجود إحنا كشباب؟ أنت شايفة في منظورك أنت كرائدة إنه تواكب الحاصل وتواكب قضايا الشباب وهذا الجيل من دون ما يكون في خدش لحياة وخصوصية المجتمع السوداني من حيث اختيار الموضوع ومن حيث الأزياء ومن حيث منظور الممثلات في الأزياء وفي الأداء وفي طرح القضية ذات نفسها؟ والله طرح القضية ذات نفسها ما عندها علاقة بأنك أنت لازم تكوني لابسة لبس يعني غير ساتر أو خليع، غير ساتر أو خليع أو هنا. المضمون بتاع القصة والعمل ذاته والاختيار الموفق هو اللي بيديه التميز، هو اللي بيديه التميز. زيادة اللي كده إنه عشان يكون العمل متميز لازم نحن نحافظ على حشبتنا وعاداتنا وتقاليدنا من خلال المسلسل عشان نحدث الوجه الجميل والصورة الجميلة للممثل السوداني. وده يا أستاذة سبحان الله، يعني هو المقولة دائما بقول لك الفنان من بيئته
حقيقي. فمعظم الفنانين المحترفين او في جيلكم او حتى في هذا الجيل هم ينتمون لمجتمعات اصلا احنا اقدر اقول اقرب للمغلقه. ويعني احنا شاهدنا من خلال لقاءات مختلفه لكم كرائدات وكممثلات انه حتى اسركم وزوجكم كانوا رافضين تماما لمساله انكم انتم تمثلوا او يكون في تمثيل من يسكت كله كبوري. استاذ يمكن النقطه دي طوالي بتقودنا لانه احنا يعني شفنا لقاءات كثيره وحكاوي من ممثلات رائدات انه حتى انغلاق المجتمعات والاسر في البدايه كان دائما بيحموهم انه يمثلوا او بيكون عندهم الاعتراضات على انه يظهروا في التلفزيون وفي كده، لكن حقيقة يمكن كثير من الاسر لما شافت دور الدراما وجديه التمثيل واخلاقيات هذه المهنه سمحوا لبناتهم في ذلك الزمن انه هم يمثلوا. وده طوالي بقودنا خلينا نمشي نطلع فاصل نشوف عمل زي ما شفنا عمل قديم، نشوف عمل حديث لمسلسل في السنوات السابقة ونجي بعدين إن شاء الله. واب علي انت شنو الشراتيم دي؟ لكن يا وفاء يا بنتي شكلك كده جبت لك مصيبة وما دريانة. انصاف. رجعنا لكم مشاهدينا من الفاصل، وزي ما شفنا مشاهد لمسلسل دكين، شفنا برضو مشاهد لشباب يعني عملوا أعمال لقت رواجة رغم الانتقادات من المحترفين وأيضا من المشاهدين. مسلسل دار المطلقات أنتج في العام 2019 ويعني كان مسلسل مهم أنا في نظري من حيث زي ما جبري تكلمنا اختيار القضية، وشفنا كمان مشهد ثاني لمسلسل شبابي عصب هش. ويمكن دي المسلسلين انتجوا في اخر 5 اعوام لقوا رواج كانتشار ولقوا ايضا انتقادات. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن احترافيه التمثيل والتمثيل بالذات فيما يخص الجانب النسائي، فانت شفتي حضرتي جيل الرائدات وايضا هسه شفتي مشاهد من جيل الشابات، فاحنا دايرين نتكلم لنا يا استاذه من منظور الاحترافي ونصائح. احنا دايرين نكون منصفين، فدايرين تتكلمي لنا عن رايك في اداء الممثلات حديثا او الممثلات اللي يعتبروا حديثي تجربه في مجال التمثيل، وبرضه نصائح اليوم ومنظورك اليوم كممثلات. طيب يا طيارة، بالنسبة للأعمال اللي تقدمت بالنسبة للممثلين سواء كان هسه حاليا حديثا أو في الجيل السابق في مفارقات، والله بصراحة قد في مفارقات. نحن زمان لما نتعرض علينا نص بنشوف أول حاجة الرؤية والرسالة اللي هي بيحتوي عليها النص. إذا لقيت النص ده مناسب معي ممكن يزيدني درجات بالنسبة لي أنا كممثلة، يعني يرفع من مستوى العمل ويرفع من اسمي أنا، فأنا بقبل. وإذا لقيت إنه العمل ما بيناسبني بكل بساطة بعتذر، مع إنه بيكون في عائد مادي وبتكون في إنك أنت ظهرت للجمهور أو كممثل آداب جديد بتكون محتاج لإنك تظهر، لكن نحن بنتميز جيلنا بحاجة واحدة، إنه نحن بنختار العمل كويس على أساس إنه ده عمل مميز جدا وفعلا ما حيخصم من رصيدي كفنان. يعني ده طوالي بيقودنا يا استاذه خلينا نقول اخلاقيات المهنه. ايوه اخلاقيات المهنه اللي هو انه انا ما ببحث دائما عن الظهور، ما ببحث أيوة. دائما عن الترند. الان مشاكل الترند دي مشاكل كبيره جديد. لو انت متابعه في السوشيال ميديا كل زول عاوز يحصد اكبر عدد من المتابعات والمشاهدات، وده طبعا فيه تعليقات كثيره شديده على مستوى السوشيال ميديا، بالذات مثلا انتم كممثلات. يعني دائما الناس تتكلموا، احنا تكلمنا عن اخلاقيات المهنه وعن موروثات وطبائع الشعب السوداني وعاداتنا وتقاليدنا، فدائما مثلا على ضرب المثل بالنسبه للاداء التمثيلي بالنسبه للسيدات قاعد يكون في انتقادات كثير بالنسبه للجيل الحالي في موضوع اللبس مثلا او الاكسسوارات. حقيقة
في موضوع اللبس زي ما قلنا نحن قبل بنتكلم على انه نحن عندنا عادات وتقاليد يفترض انه ما نطلع منها نهائي، وحتى المحتوى بتاع المسلسل ممكن نحن نأديه بكل ثقة وبكل أمانة، وبنوصل الفكرة للمشاهد الكريم. ما ضروري إلا نحن نلبس لبس خليع يعني حتى نوصل الرسالة. هو احنا حتى نقول يا استاذه انه جمال الفكره، جمال التغمس والاداء، جمال اللوكيشن، يعني اكتمال العناصر الفنيه، ابتداء من اختيار الفكره واختيار اللوكيشن والمخرج والممثل والاكسسوار والاداء. كل عناصر العمليه الفنيه اذا كانت محكمه وجيده وتم عليها شغل فني، انت ما محتاج لانك انت تعمل اشياء ملفته للنظر عشان تقوم نقول تخلي اكبر عدد من المشاهدين يتابعوك، او تعمل حولك نقول خلينا نسميها نقول انه استجلاب لاراء سواء كانت سلبا او ايجابا. احنا هسه قاعدين نشوف حتى على مستوى التلفزيون لاعمال عربيه او على مستوى اليوتيوب او كده بيدور دائما نقاش كبير حول ممثله او ممثل او حول مشهد معين او الفاظ معينه او لبس معين لفنانه معينه. فده دائما قاعد يخش في دائره احنا جاي تكلمنا عن موضوع الاحترافيه. ايوه فاستاذه برضو احنا دايرين تدي نصيحه للممثلات ولهذه الاجيال فيما يتعلق بموضوع الاحترافيه، ونصائحك لهم كجيل جديد عشان تكون مفيده لهم في تجاربهم الجايه. نصيحتي للجيل الجديد اللي هي لازم تكون انت خبره في مجال عملك واحترام المهنه، بانك انت كممثل لازم توصل الفكره بصوره جيده جدا وبصوره احترافيه. وحتى لو كنت مثلا ما دارس الدراما ممكن تكون يعني تلم مع الناس ذوي الخبره، يعني ناس يكونوا اقدم منك تاخذ منهم خبرتهم ونصايح. أيوة. وقعدك معهم الكثير يقدر يديك شويه خبره على اساس انك انت تقدر توصل الدور بصوره ممتازه جدا. وبرضه يعني نقول الناس المحترفين فنانين ودارسين للدراما برضه دي حته يعني يفترض انه الناس تلاحظ ليها. اذا انت كنت انسان محترف للدراما حتوصل الفكره بكل سلاسه، وحتخلي المشاهد انه يكون معاك انت عالق في ذهنه لمدى السنين، زي ما نحن عملنا اعمال كنا برضه فيها خلدت اسماءنا. وبرضه نحن بنقول يا جماعه اختاروا النص الجيد، اختاروا اللبس المحتشم، اختاروا المميزات، اقعدوا مع الناس ذوي الخبره عشان تاخذوا نصائحهم وتعليماتهم. والواحد ما عيب انه يغلط في حته معينه او انه يعني يكون ما ملم، بس يتعلموا من عثراتكم. اكيد هي شوف اي بدايه مشوار لاي عمل حتى غير الاعمال الفنيه يا استاذه هويده، يعني مختلف المجالات اكيد في البدايه الزول بيلقى ممكن صعوبات، سواء كان الزول الدارس او نحن هسه نقول مجال التمثيل ده بقى جاذب لعدد من الشباب اللي حاسين انه هم حابين مهنه التمثيل او الموهوبين بالتمثيل او الدارسين حتى لمهنه التمثيل. فرغبتهم الكبيره دي بتخليهم عايزين يصلوا ويختصروا الطريق، يعني نقول دارين يطلعوا كده السلم طوالي. فانا من كلامك ده لو قدرت استلخص لجيلي انا ولجيل الشباب انه صعودك سلمه سلمه دي انت اذا انت موهوب او حاسس نفسك انك عايز تشتغل في هذا المجال يحبذ انك تدرس مع الموهبه دي. اذا درست حتى كورسات او ورش او لقيت ناس ذو خبره اشتغلوا في اعمال كبيره، مخرجين او كانوا مؤلفين او كانوا ممثلين، اكيد ده بيديك نصائح يخليك انت تبدا تجربتك صح، لانه اي عمل بيسجل في تاريخك حقيقي ونقطه، يا اما بقت صفحه بيضاء او صفحه سوداء في تاريخك. استاذه هويده خلينا نطلع فاصل اخير ونجي راجعين ان شاء الله. الصم والبكم نسبة متزايدة في السودان بطريقة غريبة. الاشكالات كثيرة شديد ما بنقدر نحصرها في مشوار. دي دايرة مشاوير كثيرة براها غير مشوار الماشين نوسي ده. فواحدة من المشاكل بتاعت الصم والبكم هي فعلا أو ممكن نقول كم واحدة كده على خفيف انه الناس تستفيد منها.
التعامل بتاع الأسرة مع الأصم، كيفية التعامل معه مثلا، لأنه عادة أو الأغلبية بيكون في أصم واحد بس في الأسرة. التعامل بتاع الأسرة مع الأصم، التعليم، اللغة ذاتها في حد ذاتها ما موحدة. يعني الثلاثة ديل يعني إذا بس الناس انتبهت لهم شوية من باقي المشاكل الكثيرة اللي بتواجه الصم. رجعنا لكم مشاهدينا من الفاصل الأخير، وزي ما شفنا تقرير عن واحدة يمكن من الممثلات والمخرجات الشابات. هي زولة ممثلة جدا، زي ما زولة رائعة جدا وممثلة ومخرجة وصانعة محتوى. وزي ما شفنا برضو في التقرير الأخير إنه هي حتى كمان ابتدأت تعمل دراما عن لغة الإشارة وتوصل هذه الرسالة الإنسانية اللي هي الدراما أو الأعمال الفنية لشريحة كانت دائما قاعد تكون مهملة، وهي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة أو الصم والبكم. وده تفكير خارج الصندوق، وده طوالي بقودني يا أستاذة لأنه أرجع بيك قبل ختام هذه الحلقة إنه أنت تدينا إرشادات. إحنا حاولنا من خلال هذه الحلقة إنه نوصل ونعمل إشارات، لأنه قدر ما أنت جودت شغلك، قدر ما أنت بقيت زول قادر توصل رسالتك، أديت رسالتك الدرامية والفنية بالشكل المطلوب. ففي الآخر أستاذة هويدا، أنت كإحدى الرائدات في هذا المجال، أدينا نصيحة أخيرة لجيل الشباب وللمقبلين على هذا المجال. والله يا طيارة، أنا يعني نصيحتي للشباب الحالي بجانب الموهبة إنه لازم تكون في دراسة، والواحد يكون دائما ملم، وقعدك مع الناس المحترفين هي رسالة ما سهلة إنك تقدر كيف تتعلم أخلاقيات المهنة وتقدر إنك تجود شغلك بصورة صحيحة. بالضبط يا أستاذ، إحنا يمكن ده خير ختام لهذه الحلقة اللي إحنا حاولنا من خلالها نرجع لكثير من الإشارات. إحنا نتمنى إنه تكون وصلت للناس في المجال سواء كانوا محترفين أو هو، وأيضا للمشاهد والمستمع الكريم إنه الدراما دورها كبير جدا زي ما قلنا ونذكر دائما في توصيل مفاهيم مهمة ورسالات للمجتمع، وأيضا هي شيء إنساني حقيقي وشيء يعني أخلاقي قبل ما يكون فني. نحن بنتمنى من جيلي أنا، جيل الشباب يا أستاذة، إنه دائما يلتزم زي ما أنت ذكرتي بأخلاقيات المهنة، ويحاول يكون أكثر احترافية في عرض قضاياه وطرحها عبر الفنون والدراما، لأن الدراما هي مرآة المجتمع وعكس قضاياه وطرحها ومعالجتها والتأثير في تلك القضية المطروحة عبر الدراما أو السينما أو الفنون. إحنا حاولنا في هذه الحلقة إنه نلخص لكم مجموعة من الأفكار عن الإخراج كمدارس، وأيضا اختيارات المواضيع المهمة كطرح كتابي في الأعمال الدرامية، وأيضا التمثيل وعوالمه، وأيضا الجمهور وتعليقاته وآراءه من خلال تعليقاتكم طبعا في ما عرضناه من مشاهد لأعمال قديمة وحديثة. وأيضا نستنى مزيد من التعليقات عبر هذه الحلقة عبر قناة ملوك النيل وبرنامج المشوار. لحد ما نلتقيكم في حلقة جاية، هاكم تحايانا وتحايا الفريق العامل. في أمان الله. في أمان الله.